اهلا ومرحبا بكم اخواتي في فيديو جديد لنهار اليوم. كما راكم تلاحظوا جيتكم اليوم بالكيش بالعجينه السائله او فطائر بالعجينه السائله. كما راكم تشوفوا نسهلوا على رواحتنا بلا ما نديروا العجينه. شوفوا مع شريبه فريك الله الله على رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. في الاول نجيب بصل نكون قطعته سكرفشته ولا فوتو في الاشوار، حبه قرعه وحبيبات زرونديه واحد 3 وطوماطيش تاع الحب واحد زوج حبات حتى 3 حبات من احسن يكونوا طايبين، والقزبر وفلفل اسود فلفل عكري وراس الحانوت والقرفه والدجاج وشويه دجاج وشويه لحم، يعني اللي يكون متوفر عندك. درت الدجاج والمرصو تاع اللحم في القدرة، ودرت البصل وزرت الربطة تاع القزبر مع القرعة الحبيبة تاع القرعة والزروندية وطوماطيش تاع الحب، وضفت لهم التوابل تاوعي ودرت الملح، يعني الملح يقعد أذواق، وثلاث مغارف تاع زيت كما راكم تشوفوا، وخلطت كامل مع بعض. وضفت لهم الحمص اذا كان طايب عندك ديريه حتى مع تالي، ولا ما كانش طايب ديريه مع الاول باش يطيب لك، ونديرهم فوق النار يتقلاو. بعد ما تقلاو لي مليح مليح داولي واحد ربع ساعه وهي تتقلى، ضفت لهم شويه نعناع يابس كما راكم تلاحظوا. هنا شوفوا بعد ما تقلات لي واحد ربع ساعه جيت نمرق بالماء سخون، يعني نمرقوها بماء سخون من الاحسن. وشريبه تاعنا نخلوها طيب، بعد ما غلات لنا نخلوها طيب، ونجيبو مقله ونديرو فيها ليكيش، يعني الحشو تاع ليكيش. حبه بصل تكوني مقطعتها، حبه بصل شويه كبيره تكوني مقطعتها رقيقه، ونخلوها تتقلى ونديرو لها 3 مغارف زيت. درت 3 مغارف زيت ونخلوها تتقلى كما راكي تشوفي، ونخلطو باش ما يتحرقلناش البصل تاعنا. ونضيفو لها الفلفل الحلو، يعني طرشي الحلو، ونخلوهم يتقلاو مع بعض كما راكي تشوفي. الاخوات اللي اول مره يشوفوا الفيديوهات توعي نقولهم يشتركوا في القناه باش يوصلهم كل جديد، ونضيفوا الملح. والاخوات القدم معايا نقول لهم راكم موالين الدار مرحبا بكم. ونخلطوا كامل مليح، ونضيفوا التوابل تاعنا، فلفل اسود وفلفل عكري راس الحانوت والكمون وشويه كمون، ونخلطوا. درت انايا بصل وفلفل حلو التوابل والملح، وراح نضيف شويه طوماطيش. هنايا كنت سكرفشت حبه طوماطيش متوسطه ضفتها كما راكم تشوفوا. يعني الحشو هذا يبقى اختياري، تقدري ديري فيونداشي، تقدري انك ديري دجاج. هنا كان عندي دجاج طايب من قبل، سرده هكا تاع دجاج، صدر تاع دجاج، كان عندي صدر تاع دجاج طايب، يعني فتتو هكا مرصوات صغار كما راكم تشوفوا ودرتو. تقدري انك ديري فيونداشي ولا شويه صدر تاع دجاج يكون ماهوش طايب عندك وديريه يطيب عادي، تقطعيه رقيق رقيق وديريه. وضفت ايضا الثوم كما راكم تشوفوا، ونخلط كامل باش تدخل هذيك لاصوص كامل في الدجاج تاعي. ونضيف الزيتون مقطع رقيق كما راكم تشوفوا. قلت لكم الحشو اختياري، تقدري انك حتى ديري السلق السبانخ، تقدري ديريهم على حساب الموجود. وضفت في الاخير شويه معدنوس، وضيفي ايضا في الاخير شويه فرماج، كنت عندك تاع الحق ولا هذاك تاع البيدون، ولا انا كان عندي الفرماج المبشور، بشرت له شويه فرماج درتو معه، يبقى اختياري على حساب ما عندك. ونخليها بتجيه تبرد، ونروحوا للعجينه السائله تاعنا. جبت 2 حبات بيض، زدت عليهم كاس حليب، شويه ملح ورشه تاع فلفل اسود، ونخلط كامل مع بعض
كما راكم تشوفوا، 2 حبات بيض، كاس حليب، ورشة ملح، ورشة فلفل كحل اسود. نضيف الفارينة 3 معالق كما راكم تشوفوا ونخلط. انا درت لي 4 ملاعق تاع فارينة، درت 3 ملاعق ونخلط مليح مليح حتى نتحصلوا على هذا السائل. وزدت الملعقة الرابعة، وراح نضيف الخمارة، خمارة الحلويات كما راكم تشوفوا، ونخلط كامل مليح مليح حتى نحصل على هذا القوام تاع السائل. يعني هذه هي العجينة السائلة نتاعنا اللي قلت لكم عليها. نجيبوا لي كيسات تاوعنا، انا عندي هذو لي كيسات، واللي عندها هذو ماشي مفتوحين من تحت تقدر دير فيهم. انا عندي هذوك، ولا دير في هذا البلا تدهنهم بالزيت بالزبده ودير فيهم، ولا تقدر انها ديرها خبزه كيما راكم تشوفوا في البلا كومبلي. انا درت في هذو لي كيسات، شوفوا ندهنهم كامل بالزبده. لما نجيب البانسو باش ما نكثروش الماعن على رواحنا غير بيدي. في رمضان ما نحبوش نكثروا الماعن على رواحتنا. شوفوا بهذه الطريقه تدهنيهم كامل بالزبده كما قلت لك، وتقدري انك ديريهم في البلا، ديريهم خبزه، وتزيدي ديري لهم فارينه، الزبده والفارينه في لي كيسات، يعني تمشيها كامل بهذه الطريقه كما هكذا، تمشي كامل بهذه الطريقه باش ما يلصقولناش من تحت. كي نديروا لهم الزبده والفارينه بهذه الطريقه كما راكي تشوفي. ومن بعد نجيبوا الحشو تاعنا نديروهم نديرو كامل في لي كيسات تاعنا، نوزعوه كامل على لي كيسات تاعنا، الصينيات هذو تاعنا الصغار. ونجيبوا العجينه السائله تاعنا ونديروها لهم حوالي مغرف مغرف ونص حتى ل2 مغارف على حساب لي كيسات تاعك. شوفوا تعمريهم كامل، ديريه لهم، توزعي عليهم السائل، يعني بلا ما تظلي ديري في العجينه وتحلي فيها. بهذه الطريقه في رمضان نبغوا نسهلوا على رواحتنا، يعني يجوا رائعين، يجوا هايلين صدقوني. ونضيفوا لهم في الاخير شويه فرماج مبشور من الفوق. في الاخير راح ندير لهم شويه فرماج مبشور كما راكم تشوفوا. ونكون شعلت الفرن تاعي على 180 درجه، وياخذوا معايا طياب واحد نص ساعه، تقريبا نص ساعه على حساب الفرن نتاعك. تكوني شعلتيه مسبقا على 180 درجه، نديرهم يطيبوا من تحت ومن الفوق. ومن بعد من الفوق احنا نروحوا للشوربه تاعنا. نحيت انايا الحشيش تاعي اللي كنت درته، القزبر تاعي، وجيت نحي الخضره باش نرحيها. ماني شاحه نرحيها في هذا الطاس تاعي بيسك سخونه، درت مره تشقق لي ما نعاودش ندير، نخيل خليته للمايونيز. ودرت في هذا البيدون الخضره تاعي، وضفت القزبر نتاعي والكرافس. الكرافس راح نديرو في هذا الوقت، ما نديروش مع الاول. درت الكرافس وندير شويه ماء سخون، ونضيف 2 مغارف تاع طوماطيش مصبره، ونرحي كامل بالبغا ميكسر كما شفتوا، نرحيهم كامل. ونضيف 2 سنينات تاع ثوم كما راكم تشوفوا. نضيف الثوم في هذا الوقت باش يبان لي يعطي لها نكهه في الشريبه تاعي، شريبه فريك. والمرق، ولا شفتيها خاصه طوماطيش زيدي لها شويه طوماطيش، اذواق يعني طوماطيش على حساب الرغبه، كل واحد كيفاش يحبها. بعد ما مرقناها، والفريك تاعي كنت انايا غسلته من قبل وقطرته، ونجي الان نضيفه ونخلي الشريبه تاعي تطبخ لي واحد 20 دقيقه ونطفي عليها، 20 دقيقه ونطفي عليها. في الاخير زدت لها قزبر يعني وكان تاع حار ماشي طرشي حار، والقارص. وهنايا ها همينا الكيش تاوعنا بعد ما طابوا الفطائر تاوعنا، شوفوا كيفاش طابوا. كي تكوني دهنتي لي كيسات تاوعك من قبل بالزبده والفارينه راحين
نحاولك بكل سهولة. شوفوا الشريبة تاعنا كيفاش جات الله الله، يعني شريبة وعليها الكلام. وهامينا لي كيش تاعنا، لاحظوا كيفاش يجو هايلين. شوفوا كيفاش يجو الفطائر تاعنا، شوفوا كيفاش يجو. صدقوني البنات يجو بنان بالبزاف. يعني بهذه العجينة السائلة راح تسهلي على روحك الخدمة. وفي الأخير نتمنى أنه الفيديو تاع نهار اليوم يكون نال الإعجاب تاعكم، ومع السلامة في فيديوهات قادمة إن شاء الله.